هذا في واحد بيقول مرة قاعد أنا ومرتي قعدة رواق وحاطط لي هالجاتو إنه هيك قلبه معجن شوي ويلا عم باكل إلا يسلم لي إيدك ويخلي لي إياك وهي عم تلقمني وما لقيتها غير مسكت هالتليفون وبلشت تضحك وتفنجر عيونها وتغشى وتفيق. قلت لها ايش بيك ايش بيك لك عشو عم تضحكي ضحكينا معي. قال لي اسكت مع رفقاتي متراهنين مين رح تاخد من جوزها اكتر وحدة مصاري اكتر من التاني، وانا كنت عارفة انه رفيقتي اسمها انت ما بتعرفها هي اللي رح تكسب. لك ايه جوزها مستحيل يخليها تخسر ولا يبخل عليا يني يا لقلبها. قلت لها ايه وانت ليه ما دخلتي معهم بهذا الرهان؟ انا رح كسبك بدل اسماء هاي ها فوتي. قالت لي يا عمري يعني انا بعرف الظروف وبعرف ضغط الشغل ويعني ما بدي تقل عليك والاولاد ومصاريف تعرف يعني. قالت لي يعني هلا بدك تقنعني انه لو طلبت منك مصاري رح تعطيني 500 الف؟ ها بس 500 ما مليون ما مثل اسماء اخذت من جوزها. لك خلص ما بدي تقل عليك توجع راسك بهالقصص. لا إيه ما رح اعطيك 500 بس مثل ما اخذت رفيقتك والله مليون ليكونوا تحت امرك. قالت لي يا حبيبي هذا الحكي أنا بعرفه بس بدنا يعني تعرف أنا مشانك والله مشانك بعرف ظروفك تقبر قلبي. قلت ليكي اعلية الطلاق لتاخدي هالمصاري هلا قومي ناوريني هالشنطة بسرعة. أنا مستحيل مرتي تخسر بشغلي مثل ما هي عند الرجال أنت عندك سيد الرجال. وقعتي هالشنطة يلا وخي هالمصاري. ايه اخذت المصاري واشترت فيهم اكسسوارات مكياجات اواعي وكندرة جديدة لانهم كانوا معزومين